سيدي يا أبا عبد الله، كنت أول خارج عليك، فأذن لي لأكون أول قتيل بين يديك وأول من يصافح جدك غدا. تقدم إليهم رحمك الله. وخرج الحر إلى ساحة المعركة وأخذ يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. ثم رمى بعض الرماة فرس الحر بسهم وشب به الفرس فوثب عنه كأنه الليث وبيده السيف، وجعل يقاتل راجلا حتى قتل نيفا 40 رجلا، ثم شدت عليه الرجالة فصرعت. سيفي يفرح بالحرايق، كلهم نموت على الخيم كيلنا قبل الهواشم ينسي في قدامنا دمنا. أنا أول دم يقاتل قالها طمئن على الخيم عمي ما عوف خوج إلا بسافك دمي وصل الزينة بصوت يم الخدر مبخوت. عابس أمام أبي عبد الله الحسين وقال: ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منه. ومشى نحو القوم مصلتا سيفه فنادى: ألا رجل يبارزني؟ فأحجموا عنه لأنهم عرفوا أشجع الناس. فصاح عمر بن سعد: أرضخوه بالحجارة، فرمي بها. فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفرة وشد على الناس، وإنه ليطرد أكثر من 200. ثم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل رضوان الله عليه. ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزاذن أباه، فبرز على فرس للحسين يسمى لاحقا وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ولم يتمالك الحسين دون أن رفع شيبته المقدسة نحو السماء وأرخى عينيه بالدموع وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا تروي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاح بابن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولم يزل يقاتل
حتى قتل 70 رجلا، وقد اشتد به العطش، فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر ما أجهده من العطش، فبكى الحسين وقال: وغوثا، ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكاسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نادى: يا بويا شربة مياه شربتي، أتقوى وارد العلقام وحدي، يا بويا انفطر كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر يقلمني انا جبل معاي يا ابني، ما هو حاجيك بعض حالي وشعبني، وفات روحي وحماس جبدي ولتابني، يا ابويا استخلف الله العمر وصبر، يقل لا والدمع يسفح من العين، يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين، تقل صبري وقلبي صار نصين، شلون اصبر يا ابويا والصبر مر. واتاه سهم وقع في حلقه وطعنه مرة بن منقذ العبدي بالرمح في ظهره، وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته، وتابعه الناس بأسيافهم حتى قطعوه إربا، فجاء إليه الحسين وانكب عليه يقول: قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفا. ثم أخذ بكفه من دمه الطائر ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة، وأمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيمة، فجاءوا به إلى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه، وحرائر بيت الوحي ينظرن إليه محمولا قد جللته الدماء بمطارب من العز حمراء. وخرج من بعده أخوه لأمه وأبيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكى، ثم أذن له فبرز كأن وجهه شقة قمر، وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى، فوقف يشد شسع نعله، وبينه وعلى هذا ارشد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته، وصاح الغلام يا عماه، وأمه واقفة بباب الخيمة، فأتاه الحسين وضرب قاتله فاتقاها بالساعد فأطنها من المرفق، وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر، فحملت خيل بن سعد لتستنقذه فاستقبلته بصدورها ووطئته فمات، وانجلت الغبر، وإذا الحسين قائم على الغلام وهو يفحص برجليه، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوا خصمهم يوم القيامة جدك، ثم احتمله ورجلاه يخطان في الأرض. دقت لإخوته وأولاد عمه وأخيه، وكان آخر من بقي مع الحسين فاستأذنه، قال: يا أخي أنت صاحب لوائي. قال العباس: قد ضاق صدري وأريد أن آخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين:
إذا فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع، ورجع إلى الحسين يخبره، فسمع الأطفال ينادون العطش العطش. فركب جواده واخذ القربة وخصد الفرات، فاحاط به 4000 ورموه بالنبال، فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم، فكشفهم عن المشرعة ودخل الماء واغترف منه ليشرب، فتذكر عطش الحسين فرمى الماء وقال يا نفس من بعد الحسين أوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ثم ملا القرب وتوجه نحو المخيم، فأخذ عليه الطريق وجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت، إذا الموت زقى حتى أوارى في المصالي سلقا، إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أهاب الموت يوم الملتقى. فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه على يمينه، فبرأ واخذ السيف بشماله وقال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطائر الأمين. كمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة، فضربه على شماله فخطعها، فضم اللواء إلى صدره وتكاثروا عليه، واتته السهام كالمطر، فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره وسهم أصاب عينه، ونادى عليك من السلام أبا عبد الله. فأتاه الحسين ورآه مقطوع اليمين واليسار مرتثا بالجراحة، انحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. ثم حمل عليهم يضرب فيهم ويقول إلى أين تفرون وقد فتتم عضدي. فبينا إمامنا جالس عند أبي الفضل، وإذا بأبي الفضل انتبه فقال سيدي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. نادى يا خويا حسين خلينا يمشاني، يا خويا حسين خلينا يمشاني. يقول لا ليش يا زهرة زماني، يا خويا وعدت سكنة تراني بماي ومستحي منها يا وما اقدر. نادى يا خويا ما درت لانك رمية، وهي برجواك تتجي همية. يا خويا منين جات لك المنية
وتقضي بالشمس والعطش والحر. فبعد أولية فاضت روحها بالفاضل في حجر أبي عبد الله الحسين. باب الخيام تخاصر وصار زينب أخيج عن نهار طار. راح ابو فاضل والعلم رهار. ودعا بولده الرضيع يودعه، ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرمله بسام فذبحه. فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء، فلم تسقط منه قطرة. وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل. إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. جاء به إلى قرب خيمته العقيلة، فجاء به إلى قرب خيمة العقيلة زينب، وما رجع به إلى أمه، لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالأضاحي، وهو إذ لا يسمع عويل الهيام وصراخ الأطفال. وتقدم نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة، ودعا الناس إلى البراز، فلم يزال يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فصاح عمر بن سعد بالجمع هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. فاتته 4000 نبلة، وحال الرجال بينه وبين رحله، فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعا فكونوا أحرارا في دنياكم.